الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكمة اليوم. بسم الله ونبدأ على بركة الله. بعد عقد قرانها مباشرة أصابها الألم والمرض واصفر وجهها ودبلت، فذهبت إلى الطبيبة لتطمئن، فكانت المفاجأة أن قالت لها إن الرحم يكاد يكون مشقوق نصفين ولن تستطيع الحمل. خرجت من المستشفى وكل ما يجول في خاطرها: ترى كيف سأقول هذا لزوجي؟ وهل سيتركني؟ أنا أحبه بشدة، فماذا أفعل؟ أمسكت بهاتفها وحاولت الاتصال به، وبعد أكثر من محاولة أجابها وأخبرته بكل شيء، فكان رده صادما بالنسبة لها. قال لها: وأنا لن أستطيع أن أكمل معك. انعقد لسانها، حتى كلمات الغزل التي اعتادت أن تقولها له في كل مكالمة لم تستطيع البوح بها، فصمتت وانتظرت منه أن يخبرها أنه يمزح، وأن يخبرها بموعد الزفاف، ويطلب منها أن ترسل له صورتها بالفستان، ويخبرها أيهما أجمل عليها، لكنها فوجئت بالطلاق. لم تتحمل الصمود كثيرا فوقعت مغشية عليها. عندما أفاقت وجدت نفسها في المنزل، وأمها تربت على يدها وتقبل رأسها، وأخذت الفتاة تبكي بشدة وتقول: تركني يا أمي وأنا في أمس الحاجة إليه. أمها: لا بأس يا حبيبتي، كلما جاءت الخيبات باكرا كلما صار ترميمها أسهل. نظر هو إلى أسباب الدنيا والطب، ولم ينظر إلى قوة الرب. هل كان علي فعل شيء يا أمي؟ لا يا بنيتي. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، عليك فقط أن تعودي كما كنت، ولكني أحبه، والله يعلم من هو الأصلح بحبك. والزفاف؟ اصبري واحتسبي، فمن للصبر غيرك. مرت الأيام والشهور وتحسنت صحتها قليلا، ولكن الحمل كان مستحيلا كما كان يقولون. وبعد عام تقدم لها شاب ذو خلق ودين، رفضته خوفا من أن يترك قلبها ثانية، ولكنه تقدم مرة أخرى فوافقت على الجلوس معه. حدد أبيها الموعد، وفي الرؤية الشرعية قالت له: لن أستطيع الإنجاب. قال لها: ما طير لو أننا توكلنا على الله الذي يمنح ويمنع، لما لا تتزوج غيري وتنجب؟ صمت. كيف لعاقل أن يتزوج من عاقر وهو يعلم أنها لن تنجب؟ تقصدين كيف لعاقل أن يأخذ بأسباب البشر ويغض الطرف عن المسبب؟ إن كنت تقصدين هذا فالذي أعطى زكريا سيعطيني. وافقت عليه وتمت الخطبة والزفاف، وبعد أكثر من 3 أعوام حملت في الطفل الأول. شعرت وكأن الدنيا قد أشرقت بالربيع في عمرها. كانت تذهب لتحضر مع زوجها ملابسا للطفل وتقول لها: أيهم أجمل، هذا أم ذاك؟ هل سيكون صبي أم فتاة؟ يشبهني أم يشبهك؟ وتأتي المصيبة الأولى لها، ولم يستمر الطفل في رحمها أكثر من 6 أشهر ثم توفي. فقالت لزوجها بعد أن أفاقت من المرض: ألم أقل لك؟ ابتسم وقال: ألم أقل لك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين؟ هل ستتركني؟ نعم سأتركك، ولكن عند الموت، وسأعود لألتقي بك ثانية في الجنة. مر عام وحملت مرة أخرى. كانت هذه المرة خائفة كثيرا، فقررت عدم ترك الفراش. كانت تصلي وتنام وتولي زوجها خدمتها في هذه الفترة،
فقد كان يذهب إلى العمل ويأتي هو ليعد الطعام وينظف المنزل. يرى في عينيها مدى اشتياقها للطفل وحبها الشديد لرؤيته، فيزداد تحملا لأجلها، ويزداد قوة بصبرها. ولكن ما شاء الله كان، وتوفي الطفل في الرحم مرة أخرى. أصيبت هذه المرة بنوبة من الحزن، فبدأ زوجها يجلس معها ليصبرها. مرة يقول لها: وأيوب إذ نادى ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. ومرة يقول لها: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم يتسلل في الليل ويبكي لله عز وجل ويطلب منه أن يراضيها. قل نومه بسبب كثرة قيام الليل لأجلها، وضعف جسده من كثرة البكاء وتضرعه. وذات يوم وبعد أن قامت من فراشها وتحسنت صحتها، رأت الضعف الذي حل بزوجها، فقالت له بصوت متحجرش: ماذا أصابك؟ فقال: كسر عكازي. وقالت: أي عكاز؟ أنت عكازي في الدنيا، وعندما أصابك الألم لم أجد من أستند عليه فكسرت. قلت لي ذات يوم: لما لا تتزوج غيري وتنجب؟ أتتذكرين هذا السؤال؟ قالت: نعم. لأنني أردتك، جئت لك أنت، لم أتزوجك لأجل الإنجاب، أنا تزوجتك لتشد أزري، تزوجتك لأني أنا أحبك. لو جعلت الله يرى صبرك فقط لمن عليك، تصبرين بخوف وسوء ظن. قالت: وماذا أفعل؟ قال: اصبري بيقين. وهذه هي نهاية حكمتنا اليوم. والمغزى من الحكمة أو من القصة كما تعلمون يا أصدقائي، يا إخواني، يا أخواتي، المغزى من القصة هو الصبر والتحمل والتوكل على الله وليس شيء آخر. ربما أحيانا لا نقول أن الطب لا يكون حقيقيا، ولكن ممكن أن يكون الطب أحيانا غلط، وبقدرة الله وبالصلاة وبالإيمان وبالدعاء وقيام الليل، ربما بإيمانك وخشوعك في الصلاة يحقق الله لك المراد ويرزقك ذرية الصالحة. هذه رسالة لكل الأزواج، رسالة لكل امرأة تنتظر صبيا أو صبية، ونتمنى. وتحثنا الحكمة أو القصة على الصبر والتحمل والتوكل على الله. إخواني، أخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى قصة أخرى إن شاء الله.